حسنا يا إبراهيم، أخبرني أين هو ربك الآن ليستنقذك من سعير هذه النار الحامية؟ أين هو؟ إني إبراهيم نبي الله الواحد الأحد. تخلقون إفكا كما أراكم، وتعبدون من دون الله أوثانا تنحتونها بأيديكم أنتم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق أيها القوم، اعبدوه واشكروا له. اعبدوا الخالق الواحد وليس المخلوق. سيد النمرود، ألسنة النيران مرتفعة، فكيف نرمي محطم الأصنام فيها؟ المنجنيق. المنجنيق. تمهلوا لحظة. أنا أيضا أريد أن أحرق معه. قلت إن المرأة مخلوق سماوي، وقلت يجب تكريم الأمهات. إن الأصنام التي تعجز عن أن تقي نفسها ليست آلهة. أنا سارة أعبد الله الذي تعبده أنت يا إبراهيم. حرقوني أسوة به، فإن عندي فأسا مشابها. هذه المرة سأهشم صنم النمرود وأحطم عرشه ومرابعه بيدي هاتين. تعالي. لا، جئت لنصرتك. أنا ملك الريح يا إبراهيم، جئت لنصرتك. أنا ملك الماء يا إبراهيم، جئت لنصرتك. أنا ملك الماء يا إبراهيم، جئت لنصرتك. إن الله يكفيني يا رسل الله، فهو نعم المولى ونعم الوكيل.
الله أكبر. إن الله ربي خالق السماوات والأرض، لم يلد ولم يولد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، هو الرحمن الحليم الكريم. الحياة والممات في قبضته، وهو أكرم الأكرمين. آمنت بربك يا إبراهيم، آمنت بربك يا إبراهيم. بأمر من إله الآلهة أحضر 2 من المحكوم عليهم بالموت، سنقصد السجن، وليأتي معنا محطم الأصنام. فكوا وثاقة. أطلقوا سراحه. اتركوه. فكوا وثاقه. رعوا رعوا. أنت نبي ذلك الإله الذي لا يرى بالعين، والذي لا يحتاج إلى من يحرسه ويحميه أيضا. إبراهيم، أقسم إني قد آمنت برسالتك، فاطلب المغفرة لي. عشت في الظلام، وعندما خرجت إلى النور أرأيت كيف أمت واحدا وأحييت آخر مرة أخرى؟ أيها الظالم، إن ربي لهو الأعلى، فالشمس والقمر والكواكب مسخرات له، فإن الله يخرج الشمس من المشرق، فأت بها أنت من المغرب إن كنت صادقا. كف عن الكلام وارحل على الفور. بابل لا تريدك، اخرج.
أنت رب الأرض، اخرج لمحاربة رب السماوات. لا تتركوه يسرح بأرض بابل. سوف أصعد للتو إلى أعلى برج بابل لأحارب إله النبي المزعوم. أنت رجل فطن يا هرباك، وما قلته صحيح. لقد فكرت بهدوء في قولك حين قلت لي إنك أحد دعائم حكومتي. اليوم بلغت قمة البرج لأثبت للبابليين مبلغ قوة المطلقة، ولأرمين بسهم أقتل به إله إبراهيم، وأقوض دعائم مملكته، وأتخلص من الخوف الذي أشعر به. الوزير السابق طماع كان يسبو إلى ملكي، وأنت كنت القائد المغوار. كشفت خدعة الوزير ووضعتك مكانه بكل ثقة ومستأهلا، لكنك ربما لم تكن تدرك أنك تسلك طريقا مسدودا، فارتكبت خيانة عظمى سوف تعاقب عليها. عذرا سيدي، إلى ما ترمي بقولك هذا؟ النمرود جبار ومقتدر، لا يحتاج إلى وزير. إنه مرتفع جدا فوق هذا البرج. كيف لهرباك أن يودع آلهته؟ أرجوك، أتوسلك، اعف عني مولاي. لا 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 أريد أن أموت، سامحني يا إلهي. لا 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 لا. فليدركني أحدكم. آزر، أنا الذي كفلت إبراهيم وربيته أيضا. تب إلى الله، إنه يحب التوابين يا آزر. اسمع، قل لإلهك الواحد إن آزر هو عمك الذي رباك. اسأله أن يغفر لي ذنوبي بذلك. اتبعني يا آزر. اذهب ودعني هنا. اذهب واستغفر لي ربك.
هيا انصرف يا إبراهيم، انصرف واستغفر لي ربك، من فضلك انصرف. ساعدوني! النجدة! ساعدوني! اخرجي من أنفي! شاهدك كيف تموت وتفنى آلهة بابل. النمرود الجبار العظيم وقع صريع بعوضة صغيرة وتافهة. ساعدني! لا بد من البحث عن شعوب أخرى. أنا وأبي أصبحنا من المؤمنين برسالتك، لكنه يستحي من الحضور بين يديك فبعثني إلى هنا. إنما بعث رحمة. إنني لا أستحي من السؤال، ولكن سأسأل. في الحقيقة أنا أريد أن أخطب ابنتك. أريد من يعينني في تبليغ الرسالة. أتقبل؟ قبلت. سأغادر ديار الشرك هذه. إني مهاجر إلى رب خالق الكون. إنه هو العزيز الحكيم. إلهي، أدم ذكر محبتي على ألسنة الخلق جيلا بعد جيل، واجعل كلامي مستساغا طيبا. ربي اغفر لأبي، إنه كان من الضالين. لقد وعدني الله تعالى بأن يجعل من ذريتي أنا أمة مسلمة.
وأن يكون في عقب أنبياء مطهرون. فلما بلغت أورشليم مهد الأنبياء دخلت إلى حبرون واتخذت دارا ومزرعة. كانت هاجر شابة وكنت بلغت من الكبر عتية، وكذلك سارة، وسارة هي التي أشارت علي بالزواج من هاجر.